صباح الخير، مساء الخير، يعطيكم العافية. كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أكيد اللي ما بيعرفني أنا دعد، وصاحبة هيدي الصفحة وبعمل هيدا البزنس عليها. اليوم حابة فرجيكم كيف أنا بقدر وازن بين اهتماماتي كأم وبين البزنس أونلاين اللي أنا بعمله، من دون ما أي شيء يضغطني، من دون ما أي حدا يأثر علي. بعمل هيدا البزنس ساعة اللي بدي وكيف ما بدي، وهون السر بيكمن بالمرونة اللي عم نعملها بهيدا البزنس اللي مش موجود بأي محل تاني. واكيد هلا انا مثل ما عم بتشوفوا بالمطبخ، صراحه ما كانت تزبط معي الكاميرا كتير. حابه افرجيكم كيف انا وعم بطبخ اعمل حلو لاولادي وعم بشتغل هيدا البزنس. اكيد من سنه كنت مثلكم، كنت مش عارفه شو بدي اعمل بين بيتي، بين اهتماماتي. كعندي اولاد، بدي اشتغل ببيتي، بدي نظف، بدي اعمل اكل، بدي ساوي، وحابه بذات الوقت اعمل شيء لحالي وانجز، وحس حالي انه انا عم بنجز شيء وخيفان بذات الوقت، لحد ما تعرفت على البزنس اونلاين. فدرست الموضوع وحبيت وعرفت كل تفاصيله، وهلا انا عم شارككم من قلب مطبخي انه هيدا البزنس هو عطاني الحريه اشتغل امتى ما بدي وكيف ما بدي وساعة اللي بدي. انا حددت ساعات عملي من دون ما يكون اي حدا عم بضايقني، يعني ما بدي دوامات محدده، ما بدي دوام ثابت، وما بدي اهتمامات تانية. انا اللي بعمل كل اللي بدي بالوقت اللي انا بكون موجوده فيه وانا قادره اعمله. بس اكتشفت انا هيدي الفرصه، اخذت كل التفاصيل وعرفت شو لازم اعمل، فحبيت الفكره. حبيت انه انا قاعده من بيتي، يعني فيني انا حدد الساعات العمل اللي انا بعملهم ساعه اللي انا بدي. يعني يمكن هلا انا اكون عم بشتغل معكم، يجيني شيء اترك، او انا هلا بالمطبخ تجيني رساله من حدا عم حابب يستفسر عن هيدا البزنس، بقدر جاوبه. انا وعم بشتغل شغل بيتي، عم بجلي، عم بعمل اكل او اي شيء، بذات الوقت فيني رد على حدا، فيني فكر بمحتوى حطه على صفحتي، على هيدي صفحه البزنس اللي إلي. وكمان بذات الوقت ما بيأثر شيء علي، لأنه إذا أنا عم بعمل هيدا الشغل، حدا من اولادي طلب مني مساعده، بترك كل شيء وبروح بهتم فيهم وبرجع بالوقت اللي انا بدي اياه. يمكن انا وقاعده بالسياره بتخطر على بالي شيء، رد على حدا كمان، اعمل اللي بدي اياه انا وبرا. وكمان زي ما قلت، انا واذا اولادي طلبوا مني مساعده او اي حدا تاني، يمكن عندي موعد حكيم، عندي شيء، بترك كل شيء وبروح، وبس برجع بهتم بهيدا البزنس من دون ما حدا يحدد، يعني حدا فوق راسي. اهم شيء بهيدا البزنس انه انا سيدة اعمالي، انا بهتم بوقتي، انا بحط وقتي مثل ما انا بدي. المرونه بهيدا البزنس خلتني انا اكون مسؤولة وقرر حياتي بإيدي. وأكيد هذا البزنس مش بس حقق لي مدخول، هذا البزنس صار يكبر معي ومع ظروفي. زي ما كنت عم اقول انه انا اذا اي حدا طلب مني مثلا ظهرت ساوي اغراض للوالده برات البيت، اكيد هيدا البزنس بيروح معي. مثل امبارح انا وعم بحضر برتب طوي هالغسيل وعم بعمل اكل، بذات الوقت عم حضر ترويقه، اجاني باير، وهيدا الدليل انه هيدا البزنس ماشي، ما عم بيروح في شيء. وهلا انا بالمطبخ عم بعمل والبزنس ماشي من وراء الكواليس، فما تهتالوا الهم. بزنس بيعطيكم حريه الوقت تشتغلوا من وين ما كان وكيف ما كان، فما ما تهتالوا الهم. واكيد هيدا البزنس بتاخذوه معكم وين ما بدكم وكيف ما بدكم، انتم بتحددوا ساعات العمل. هيدا البزنس اكيد مش خلاني بس حدد مدخول لإلي، خلاني كمان كون انا موجوده مع عائلتي، مع كل اهتماماتي، ما ضيع عليهم شيء، ما اترك عائلتي ولا باي ظرف، اكون معهم بكل الاوقات، بالحلوه وبالمره، بكل وقت هن بحاجه لإلي والبزنس معي عم يشتغل.
وهون حابه كمان انت الكم، كانت صبيه عم بتقلي عندي بيبي عمرها 9 اشهر ما قادره تعمل هذا البزنس لانه عندها بيبي صغيره. رح اقول لك مثل ما انا قدرت، انا عندي 5 شباب، مثل ما انا قدرت انت رح تقدري وغيركم رح يقدر، بس مهم يكون عندكم انتم نيه تعملوا شيء لحالكم. لو كنتوا بقلب بيتكم تقدروا تحددوا مدخول لإلكم. وهلا حابه قبل ما اترككم الكم اذا حدا قصته يمكن قريبه لقصتي او حابب من قلب بيته يعمل اي دخل لإله، يتواصل معي، نبلش بالخطوات خطوه خطوه، واكيد رح كون معكم بكل التفاصيل. شكرا لكم، واكيد بشوفكم بفيديو جديد، بسؤال جديد، وبأي شيء جديد بهم الاشخاص المهتمين. وباي باي، بامان الله.